رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استعين استوصفكم فلا تسوي تسوهم تمام الصلاة استوصفكم معتدل الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير قل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إله ربي ربنا يا معبود سبحان الله Alhamdulillah Allahu Akbar Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai hak-hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala izan taha ahadukum ila majlisin falyusallim fa in badalahu ay yajlisa falyajlis thumma idza qama falyusallim falaysatil ula bihaqqi minal akhirah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian baru tiba di sebuah majelis, hendaklah ia mengucapkan salam,
Jika menurutnya perlu duduk, hendaklah ia duduk. Kemudian bila ia berdiri, hendak meninggalkan majlis, hendaklah ia juga mengucapkan salam. Salam yang pertama itu tidak lebih berhak untuk diucapkan daripada salam yang kedua. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata, ini adalah hadis hasan. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian baru tiba di suatu majlis, hendaklah ia mengucapkan salam. Jika menurutnya perlu duduk, hendaklah ia duduk. Kemudian bila ia berdiri meninggalkan majlis, hendaklah ia juga mengucapkan salam. Salam yang pertama itu tidak lebih berhak untuk diucapkan daripada salam yang kedua. Hadis riwayat Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu as-saghiru 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-katsir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaklah orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang lewat mengucapkan salam kepada yang duduk, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, yang lewat mengucapkan salam kepada yang sedang duduk, dan rombongan yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak, rombongan yang banyak. Hadis riwayat Bukhari. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ay yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah jika seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal. Hadis riwayat Ahmad. Diulangi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah jika seseorang hanya mengucapkan salam kepada orang yang ia kenal. Hadis riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk yang sakit. 3. Mengiringi jenazah. 4. Memenuhi undangan. Dan 5. Mendoakan yang sedang bersin dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lain ada 5. 1. Menjawab salam. 2. Menjenguk yang sakit. 3. Mengiringi jenazah. 4. Memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan yang sedang bersin dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari. Anil Miqdami bi Abi Karimah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin adafa qauman fa asbaha ad-dhaifu mahruman fa inna nasrahu haqqun ala kulli muslim hatta ya'khudha bi qira lailatin min zahrihi. Dari Miqdam Abu Karimah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian menerima tamu dari suatu kaum, lalu tamunya itu tidak mendapat jamuan, maka wajib bagi setiap muslim untuk menolong tamu itu, bahkan boleh mengambilkan untuknya sekedar jamuan satu malam, baik dari tanaman maupun harta tuan rumah. Hadis riwayat Abu Daud. Diulangi dari Miqdam Abu Karimah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian menerima tamu lalu tamunya tidak diberi jamuan, maka wajib bagi setiap muslim untuk menolong tamu itu, bahkan boleh mengambilkan untuknya sekedar jamuan dari harta dan tanaman tuan rumah tersebut. Hadis riwayat Abu Daud.
An Amr bin Shu'aib radhiyallahu an abihi an jaddihi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajlisu baina rajulaini illa bi idznihima. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali atas izin mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Diulangi, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh duduk di antara dua orang kecuali atas izin mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari bab tentang duduk. Alhamdulillah telah kita dengar beberapa hadis mengenai fadilah-fadilah atau anjuran-anjuran tentang sifat-sifat yang mulia terhadap sesama muslim. Insyaallah kita dengar apa kita makan dan kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazdah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة من ذريتنا. ربنا تقبل دعاء. اللهم الحمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شر نفوسنا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه